احنا هنا مش حناخذ قرار، بس حنشوف اللقطات حنعطيو للجمهور. بس اكيد اذا كان اللاعب في هذه الحاله الكره تحت سيطره مهاجم نهضه بركان، هو الظاهر اللي كونه الكره راحت للاعب نهضه بركان. بس انت سالت عزيز عن رايه في الحاله التحكيميه وسالت سامي وما سالنيش. منع للاحراج، مش حاب نحرج حضرتك ونعمل. لا انا هقول انا لا احب الحالات الجدليه. انا هقول بما يرضي الله، لو بينالتي هقول لك بينالتي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم هاشتاغ نيوز. كما عودناكم ديما، اليوم جبنا لكم فيديو جديد وبموضوع جديد نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا باللايك وبتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اخر هذه الحلقه وغنتلاقاو وشكرا. رغم ان كلنا عارفين ان اللقطات دي بتخزن وبتروح لحكم الفار، ولكن كان لازم فعلا الحكم مخرج المباراه يديها لنا على الشاشه عشان نقدر نحكم كفنيين على الاقل وكمتابعين ومشاهدين المباراه. فرحه غامره، الحمد لله القاهره بيضاء واللون الابيض يغطي القاره الافريقيه. شكرا لهيثم. دعونا في هذه الأجواء الاحتفالية فيما يتعلق بفريق الزمالك وتتويجه للمرة الثانية في تاريخه بكأس الاتحاد الأفريقي. عزيز، كنت قد تحدثت مع سامي فيما يتعلق بعقلية نادي نهضة بركان وما تعلم من خلال المواسم الماضية في خبراته وتجاربه الأفريقية. النادي الذي لا يستسلم، النادي لا يرفع الراية البيضاء، خسر بطولة يعود الموسم الموالي ليقتلع نفس البطولة. خسر أمام الزمالك 2019، عاد توج بها 2020، خسرها 2021 عندما توج الرجاء العالمي بالبطولة، عاد في الموسم الموالي ليتوج بها مرة ثانية. فتشعر بأن هناك عقلية احترافية لهذا النادي، الأساس صلب، الأرضية، البيئة صحية هناك في بركان، الاستمرارية والرؤية أيضا في التغيير. عندما الجو يكون صحي في النادي، اي مدرب، لا اقول اي مدرب، المدرب الذكي، المدرب اللي يتاقلم بسرعه، المدرب اللي عنده ايضا امكانيات انه يشوف اين ممكن يعطي الاضافه، هذا هو المدرب. انا ما كنتكلمش على اي مدرب. اي مدرب ياتي لنادي جو صحيح سوف يكسب الالقاب، لا. المدرب الذكي، المدرب اللي عنده قوة في التواصل، المدرب اللي كيشوف إمكانيات النادي ويمشي على إمكانيات النادي، ما يطلبش أشياء مش قادر عليها النادي. هذا هو السبب الأول لنجاح العديد من المدربين في نهضة بركان، لأنهم كيعرفوا يختاروا المدربين، والمدربين اللي كيمشيو مع سياسة النادي، لأن هناك سياسة رياضية. إذا جاء مدرب، جبتي مدرب وليس هناك سياسة رياضية، ليس هناك مشروع، فهو حتى هو سوف يمشي في الضباب، سوف يخطأ في الانتدابات. أنت كتخطأ في الانتدابات وهو يخطأ في الانتدابات، وممكن تنجح سنتين ومن بعدك سوف تختفي. لكن الاستمرارية عندما يكون النادي مهيكل، عنده مشروع، عنده رؤية، فأظن بأن أي مدرب يأتي. أنا أظن بأن نهضة بركان يمتلك من البنية التحتية، يمتلك من الأطر، يمتلك من الإدارة، يمتلك من الجمهور ما يخوله أن يبقى دائما في القمة، وهو كان في القمة ولا زال يكافح لكي يلعب أيضا ويشارك في الكأس إفريقيا الموسم القادم، لأنه يحتل المركز الثالث وعنده مباراة قوية أمام الرجاء البيضاوي، وليس من الفرق التي تنزل إيديها. شفناه اليوم في المباراة أمام الزمالك، ولازم نرجع وعدتك صح؟ للقطع صحيح، وعدتك، برافو عليك. عمري وعدتك في شيء وخلفت؟ لا سابقا. لا صراحة لا. أنا أشكر الجميع هنا في الاستوديو، زملائي ولا حتى زملائي في الجاليري، أنهم الكل هنا يتم بالشفافية الحيادية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع. وفي خلال هذا الاستوديو حنجيب لك اللقطات اللي انت اخترتها، وانا ما عمريش خذلتك قبل ومش حنخذلك الحين. احنا هنا مش حناخذ قرار، بس حنشوف اللقطات حنعطيو للجمهور. حق احقاق الحق، حقك انك انت شيء اللي ترضى حتاخذه. طيب، لكن دعنا عزيز سامي هيثم معكم مشاهدينا الكرام، استمعنا لجوزيه جوميز، نستمع لمساعده احمد مجدي ماذا قال بعد هذه الفرحة الزملكاوية. إذا معنا هنا أحد نجوم نادي الزمالك كلاعب والآن كمدرب، الكابتن أحمد مجدي المدرب العام للزمالك. كابتن أحمد، مبروك هذا الفوز، لكن لو حدثتنا عن سر هذا التتويج في رأيك، العنصر الحاسم، لأن الفريق غير المدرب أكثر يعني ومر بظروف صعبة وفي النهاية فاز بالكأس، ماذا كان السر؟ والله الحمد لله رب العالمين، بطولة صعبة وما كانش ينفع الجمهور ده كله يجي موجود وما ناخدش البطولة في أرضنا. يمكن احنا
غيرنا مدربين لغايه ما وصلنا للنهائي، والحمد لله مع مستر جوميز عرفنا نكسب حمله دريمز بره ارضنا 3-0. ورجعنا الماتش الاولاني النهارده كان شويه، كان في بدايه 15 دقيقه او 15 دقيقه ثلث ساعه ما كانتش احسن حاجه. اديناهم شويه الحاجات اللي هم بيحبوها وهم عاوزينها، الكور الثابته والحاجات اللي قدام منطقه جزاء. لكن لما الدنيا هدت شويه الحمد لله دخلنا جوه الماتش وعرفنا نجيب جول، وكنا ممكن نجيب الثاني ونتعادل ونكسب كمان هناك. لكن الحمد لله على كل حال كان كل تركيز اللعيبه والجهاز وما شاء الله الجمهور من الساعه 2 الظهر هنا، ان احنا ما ينفعش نطلع البطوله دي بره مصر، ووسط الجمهور دوت ووسط الحشد الكبير ده جدا، واللعيبه تستحق كده والجهاز يستحق كده. لكن الناس كلها بتتعب وكله بيشتغل لان خلي بالك الماتشات دي مش هستنى مين هيفرق ولا مين او الكلام ده كله بيدي 100%، وده المهم بالنسبه لنا، اللي هو كل اللعيبه تدي 100% عشان نعرف نكسب. شكرا كابتن احمد، الف مبروك حبيبي. شكرا كابتن، الف مبروك. اذا كان هذا الكابتن احمد مجدي، وسعاده كبيره جدا لجماهير نادي الزمالك وجميع عناصر المنظومه في النادي، واللاعبين يعني ما زالوا حتى الان عالقين مع الجماهير في مدرجات الدرجه الثالثه يمين، نحن في انتظارهم حتى يصلوا. شكرا عمر فهمي، وشكر موصول لأحمد مجدي المدرب المساعد لجوزيه جوميز مدرب الزمالك المتوج لأول مرة في تاريخه في القارة الأفريقية مع ناديه الزمالك بالبطولة الأولى له كمدرب، والبطولة الثانية في تاريخ نادي الزمالك فيما يتعلق بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. كنت خلال هذا الاستوديو قد وعدت الكابتن محلل قنوات بين سبورتس عزيز بنيج بعرض لقطات وحالات تحكيمية جدلية من اختياره شخصيا، نعم. وأحقاقا للحق علي أن أفي بهذا الوعد. سنعطيك اللقطات وتفضل حضرتك ادلي بدلوك. جدلية لعدم إعطاء الإعادة للقطات، أما جدلية أنا لست حكم، يعني احنا ممكن ما نتقاسمش الراي، ولكن شوف عزيز، انا فقط للاعاده، اعطي الاعاده وخلي الناس تحكم. طيب احنا اجتهدنا بقدر المستطاع، نعم. خلال قنوات بين سبورتس ان نوضح الصوره ونعمل، وهذه اعاده فقط على توضيح ما يمكن توضيحها. هذه اعادات فقط بين سبور، ليس من كل الزوايا، لان المخرج المباراه لازم يعطينا الزوايا كلهم باش ناخذوا، باش ممكن يكونوا فكره. لكن ذلك انا ممكن اعطي الناس اللقطه وخليهم يحكموا. طيب شو حكمك انت؟ انا صراحه في هذا الزاويه مش ممكن نحكم. هل ممكن تشوفها من الزاويه الاخرى في احتكاك؟ لحظه كابتن عزيز، نعم، واحده معك عشان نفهم. نعم. انت طلبت الصوره، نعم، انا وفرت لك الصوره، حكمك الحين شو؟ كيفاش الحين الحكم انت في وجهه نظرك؟ هذه فيها كارت، ولكن الثاني انا ما نقدرش نحكم في زاويه واحده، بس حسب الصوره المتاحه نقصد. لا مش ممكن. اذا قلت ضربه جزاء ممكن اهدم حق الزمالك، واذا قلت مش ضربه جزاء ممكن اهدم حق نهضه بركان. عندك وجهه نظر في هذه؟ لازم تكون زوايا كثيره، ماهيش واضحه، الزاويه مش واضحه، لذلك فعمل هو الحكم زاويه واحده عندنا، المركز الموقع نتاعو قريب للقطه كانت. شوف هنا لما نزل برجله ممكن نقول لك بانه لمس الفخذ ديالو، شوف بالحذاء، لكن انا اذا قلت لك لا لمس الفخذ ديالو سوف اهدم حق الزمالك. لذلك فانا احتاج لتكوين فكرتي للعديد من الزوايا. هو بالمناسبه في الملعب مطروحه الزوايا، ليش طيب ما تعطيش؟ هو بالمناسبه، نعم. الفار وغرفه الفار لا تعتمد على مخرج المباراه، لديهم كل الزوايا ولديهم الكاميرات. أنا الفار، أنا مشيت فقط لحق الجمهور فقط، أنا من بعد الفار. هو حق الجمهور وحق الفريق. صحيح، حق الجمهور وحق فريق نهضة بركان. صحيح. يعني لو هناك حالة من وجهة نظر الفار كانت تستدعي أن يطلبها من حكم مباراة لكان تدخل الفار. الصورة بشكل عام هذه ما نقدرش نفتي فيها عزيز. لا أنت طلبت مني الصورة، أنا وفرت لك الصورة، وبالعكس حاولت نقربها أكثر ما يمكن. أعطينا الصورة للجمهور وممكن يحكم هل في احتكاك أم لا، لكن أنا أظن بأن نحتاج إلى العديد من الزوايا لكي نكون فكرة صلبة. طيب هو نستفسر حتى من الناحية الكروية، ولا أريد أن ندخل في هذه الجدالات حقيقة سامي لأن على مسافة واحدة من الجميع، لكن أثناء التحكيم واحتساب ركلة جزاء مش لابد أن تكون الكرة تحت سيطرة المهاجم؟ أي أكيد.
صح ولا انا غلط؟ اكيد نستفسر بس. اكيد اذا كان في اللاعب هذه الحاله الكره سيطره مهاجم نهضه بركان. هو الظاهر اللي كونه الكره راحت للاعب نهضه بركان، حب يسوي كنترول. اسكو هل ترى اللي كونه شوف الكره لاعب حاول باش يسوي ترويض، هل هو خاف؟ هل هو قلقه لاعب الزمالك؟ هذا ما نجموش نحكموا عليه. اي احتكاك في منطقه 18 بالجزاء، الاتجاه نتاع الكره متجهه للاعب، روضها بخطا منه هو، بخطا من لاعب الزمالك. الرؤيه ماهيش واضحه لهنا. هو قال ان مهنه التدريب اصعب مهنه. انا اؤكد ان مهنه التحكيم هي اصعب. اصعب مهنه التحكيم. شوف لذلك فلازم تعطي مش اصعب يعني الدوافع للناس للجمهور ايضا. المهم انا وفيت بوعدي معاك. لا وفيت بس براءه انا. لا بس احنا براءه معاك. احنا الاخراج هناك. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا باللايك وبتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى موعد لاحق بحول الله مع فيديو جديد وموضوع جديد، وشكرا. الى اللقاء.